كل الكتب اللي اشتريتها من معرض الكتاب 2025. اهلا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنتكلم فيه عن الكتب اللي اشتريتها من معرض القاهرة الدولي للكتاب. انا رحت المعرض يوم الاربع اللي كان تقريبا يوم 29 يناير. قلت اختار كده يوم في نص الاسبوع علشان الدنيا تكون مش زحمه قوي ولطيفه، عشان كمان خدت معايا الاولاد، بس لقيت الدنيا زحمه برضو. وقاعة 5 دي كانت متكربسه فوق بعضها جدا. وافتكرت ان احنا مصريين يعني كلنا بنفكر زي بعض، كل الناس اكيد اختارت ايام في نص الاسبوع عشان الدنيا ما تكونش زحمه، فالدنيا بقت زحمه. والمهم اني لقيت المعرض فيه شويه تغييرات، مش عارفه حسيته غريب كده عن السنين اللي فاتت. قاعة 6 اللي عملوها الجديده اللي هي خيمه 6 حرفيا يعني. الخيمه دي فكرتني بمعرض القاهره زمان ايام ما كان بيتعمل في مدينه نصر. انا رحت مره وانا في المدرسه، ورحت مره وانا في الجامعه مع اصحابي، كانت كلها عباره عن خيم. ف خيمة 6 اللي عملوها للكتب المخفضة ومكتبات سورة الأزبكية، يعني بترجعك للماضي والأيام بتاعت زمان. الحقيقة هي مش فكرة لطيفة خالص، يعني أنا محبتهاش. يعني ليه؟ الدنيا بتتطور المفروض ان احنا بنتقدم وبنعمل حاجات أحسن، وحقيقي القاعات أفضل بكتير من الخيمة اللي هم عملوها. ومكتبات سورة الأزبكية مكانتش عاملة أزمة قوي يعني جوه القاعات نفسها. فانا مش فاهمه الحقيقه التغيير دوت كان سببه ايه. التغيير ده كمان انعكس على بقيه الدور. انا رحت طبعا يوم واحد، ما قدرتش اروح كذا يوم، بس يعني لفيت تقريبا، دخلت كل القاعات. طبعا ما قدرتش اكمل يعني 3 دقايق جوه خيمه 6 دي او قاعه 6 زي ما بيسموها. ولما رحت الدور المخفضه زي مثلا الهيئه العامه الهيئة العامة لقصور الثقافة والحاجات دي كلها، ما لقيتش جديد. يعني ما كانش فيه اي اصدارات، ما كانش فيه اي حاجات ملفتة جديدة، ما كانش فيه غير دار المعارف بس هي اللي كانت يعني عاملة اصدارات جديدة وفيها شغل وحاجات لطيفة جدا. فانا معرفش يعني هم كانوا منشغلين قوي في التجديدات اللي عملوها. في حاجة برضو لاحظتها يعني لطيفة، انه الوصول للدور النشر اللي احنا بنبقى عايزينها، مثلا ندون كارما مش عارف ايه، كان سهل جدا. وكانوا تقريبا كلهم جنب بعض، مش عارفه، حاسه ان انا السنين اللي فاتت كنت بوصل لهم بصعوبه عن السنه دي. بس يمكن هي دي ابرز الحاجات اللي لاحظتها في المعرض السنه دي. حاجات طبعا عجبتني وحاجات ما عجبتنيش. اتمنى ان هم لو هيعملوا قاعة سادسة تكون قاعة بجد مش مجرد خيمة، لان التواجد فيها كان صعب جدا. كمان على غير العادة المعرض يعني عشان احنا في الشتاء المفروض الدنيا بتبقى ألطف شوية، بتبقى برد يعني، لكن لا، الشمس كانت قوية جدا و... والتواجد بقى في الحر ده جوه الخيمه، اصلا قاعات اساسا لوحدها بتبقى حر اوريدي، فخيمه في الحر مع تزاحم مع ريحه الكتب القديمه، كل الحاجات دي كانت وحشه جدا الحقيقه، ما عجبتنيش خالص في المعرض. بس دي كانت نظره سريعه عن ملاحظتي لليوم اللي رحت. طبعا ممكن تكون يعني انا لاحظت الحاجات دي بس عشان انا رحت يوم واحد، كان حظي كده مثلا. ممكن يكون حد تاني ما شافش السلبيات دي او ما حسش اللي انا حسيته ده. بس الحقيقه انا يعني ما استمتعتش قوي في زياره المعرض السنه دي، بس اشتريت كتب كتير من اللي كلمتكم عنها وكتب كتير حلوه، فيلا نشوفها. تعالوا نبدا بدار عصير الكتب، ودي الدار اللي انا كنت محوشه لها من السنين اللي فاتت. طبعا هي كانت اشتركت في المعرض السنه اللي فاتت، بس السنه اللي قبلها لا ما كانتش متواجده، فانا كان في كتب كتير جدا كنت عايزه اشتريها منها. بس انا قلت لكم في الفيديو بتاع التجهيزات ان انا هركز على الكتب الجديده، وده اللي انا عملته فعلا. ولكن برضو اشتريت كتب من القديمه اللي انا كنت حابه اشتريها من زمان. ودار عصير الكتب هي اكتر دار انا اشتريت منها كتب، واحب اكد ان انا اشتريت كل الكتب اللي في الفيديو، ما كانش في اي نوع من انواع الهدايا غير طبعا البوك مارك والحاجات دي. ودي رساله لكل دور النشر لحد ما يعني يكتشفوني ويحبوا ان هم يهدوني بكتب. طبعا هكون يعني ممتنه ومشكوره ليهم جدا، وهكون سعيده جدا، فاتمنى ان هم يشاركوا في اسعادي.
ويلا نشوف الكتب اللي اشتريتها من عصير الكتب. انا اشتريت من عصير الكتب 5 روايات. طبعا كانت اول روايه رحت واللي كنت رايحه عشانها اصلا، واللي كان نفسي اني احضر حفل من حفلتين التوقيع اللي عملهم دكتور عمرو. الصراحه انا لما شفت الزحمه قلت الحمد لله ان انا ما روحتش، بس انا كان نفسي بجد ان هي تكون نسخه موقعه، وهي روايه واحد آل يعقوب. ودي الروايه الجديده لدكتور عمرو عبد الحميد اللي هو مؤلف ارض زيكولا وقواعد جارتن الرائعه، هتفضل افضل روايه قراتها في حياتي. برضو اشتريت روايه الهلاكوت لدكتور احمد خالد مصطفى. ده برضو اول عمل اشتريه له، اول عمل اقراه له. انا طبعا يعني كتاباته القادمون و انت خريستوس ده تقريبا دي مش عارفه اقرا اسمها. المهم بسمع طبعا عنهم ريفيوهات كتير كويسه والناس بترشحهم بقوه، فحبيت ان انا اجيب الروايه الجديده بتاعته واشوف بتتكلم عن ايه. جبت كمان روايه فتى الاندلس لمحمود ماهر. انا بحب جدا الروايات التاريخيه وبالذات الروايات اللي بتتكلم عن فتره الحكم الاسلامي للاندلس، مظاهر بقى الحياه هناك وحتى التدهور اللي حصل و يعني سقوط الاسلام في الاندلس. برضو بحب ان انا اعرف القصص حصلت ازاي. بحب التاريخ جدا وبحب التاريخ الاسلامي جدا، فالروايه دي من الروايات اللي انا كنت كاتباها في الليسته بتاعتي ومتحمسه ليها جدا وفرحانه بجد ان انا اشتريتها. برضو من الروايات والاصدارات الحديثه اللي اشتريتها واللي كنت كاتباها برضو في لستة الكتب اللي عايزه اجيبها هو قربان آل يونس لأحمد خيري العمري. برضو دكتور أحمد من الناس اللي أنا بسمع كتير جدا عن الروايات بتاعتهم، وبتبقى برضو ريكومندد جدا وناس كتير بتتكلم وتقول عنها كلام كويس، زي طبعا شفرة بلال وبيت خالتي اللي حصل في فلسطين الفترة اللي فاتت وفي سوريا كمان. كانت من الروايات اللي بتتكلم عن أدب السجون والحاجات الفظيعة الرهيبة اللي بتحصل هناك. فبرضو كنت حابة اني اقرأ العمل الجديد بتاعه، متحمسة ليها جدا. وعلشان انا بسمع كتير قوي ومن زمان نفسي اشتري شفرة بلال. طبعا هي من اكتر الروايات المشهورة في عصير الكتب ولدكتور احمد خيري العمري، وطبعا هي فيها جزء ديني. يعني انا الحقيقه مش عارفه هي ممكن تكون بتتكلم عن ايه بالظبط، بس طبعا بلال هنا هو سيدنا بلال رضي الله عنه. فانا متحمسه جدا جدا جدا. طبعا هبدا بالروايه دي قبل ما اقرا قربان آل يونس، والاتنين فرحانه بيهم الحقيقه ومبسوطه ان انا اشتريتهم. دي كده ال5 روايات اللي اشتريتهم من عصير الكتب، متحمسه لهم جدا. تعالوا بقى نشوف الكتب غير الروائية واللي اشتريتها برضو من هناك. نشوف الكتب الجديدة الأول بعد كده نشوف الكتب القديمة اللي كنت هشتريها. جبت من عندهم القلق الاستباقي لدكتور سالي ونستون ومارتن سيف. كيف يذهب عقلك إلى المستقبل ويتوقع الأسوأ وماذا تفعل حيال ذلك. طبعا موضوع يعني شيق وشائك، وأنا بحب أقرأ عامة في كتب علم النفس جدا، فالعنوان لفت نظري الحقيقة في الإصدارات الحديثة بتاعتهم فحطيته في الليستة وقررت ان انا اشتريه. كمان جبت هل شعرت برغبة عارمة في الاستسلام مؤخرا. كتيب مهم لشفاء جروحك عندما تشعر بالإحباط. برضو ده من الكتب المتعلقة بالتنمية البشرية المترجمة في إصداراتهم الحديثة. لفت نظري برضو العنوان، ولما فتحت الكتاب هناك في النسخة يعني اللي هي المفتوحة العناوين اللي جوه عجبتني جدا، وبرضو متحمسة اني اقرأ الكتابين دول. من الكتب القديمة بقى جبت عقدك النفسية سجنك الأبدي لدكتور يوسف الحسني. الحقيقة الكتاب ده أنا من زمان مش عارفة هو سنة كام والله، بس هو قديم يعني. أنا من زمان جدا نفسي اشتريه، من زمان جدا بسمع برضو ريفيوهات كتير حلوة عنه، فمبسوطة ان انا اشتريته. طبعا هو كان غالي شوية. كل كتب عصير الكتب كانت هو انا طبعا كمان لي خصم كبير عشان مش عشان اي حاجة يعني، عشان ده الخصم بتاع المعرض، بس هي ستيل الكتب كانت غالية. وعصير الكتب هي اغلى
دار انا اشتريت منها كتب علشان انا اشتريت منها كتب كتير، واشتريت منها كتب غالية يعني يعتبر. جبت ايه كمان؟ جبت الإجابة القرآنية، كيف أجاب القرآن عن أسئلتك الوجودية لدكتور مهاب السعيد. طبعا ده من الكتب اللي واخدة كل الكتب دي على فكرة، حتى الكتب الجديدة يعني اللي هي بتاعت التنمية البشرية، النسخ اللي هي الأجنبية بتاعتها واخدة ريت كبير عالي، يعني أكتر من 4 على جود ريدز. وده طبعا واخد برضو أكتر من 4.5 تقريبا. من الكتب اللي كان نفسي اشتريها من بدري، كنت حطها في لستة الكتب بتاعتي من بدري. لما لقيته اشتريته. طبعا هو هارد كوفر فغالي شوية، طبعا خدت عليه خصم برضو بس غالي. الفكرة في الكتاب ده انه مش كتاب ديني عادي، يعني هو بيتكلم او بيجاوب عن حاجات احنا ممكن نقعد نسألها لنفسنا واحنا يعني في شك، في ريبة، حتى الإجابات نفسها مختلفة. أنا طبعا سمعت عنه كلام كتير كويس وناس كتير رشحته، فحبيت ان هو يكون موجود في مكتبتي، ومبسوطة الحقيقة انه موجود فيها او ان انا هقرأه. متحمسة ليه جدا. اللي قرأه ياريت يكتب لي يعني رأيه ايه في الكتاب. زيادة الخير خيرين، يعني من ضمن الحاجات اللي بحب ان انا دايما قبل ما اقرا كتاب، مش عارفه ليه بحب ان هو يكون فعلا كتاب حلو والناس كلها بتشكر فيه. فبحس ان انا لما هقراه لا ده هيضيف لي وهيبقى قيمه وهيبقى حاجه كويسه. مش بحب استكشف الكتب الصراحه يعني بحب اقرا الكتب الحلوه من قبل ما اجيبها. بس دي كانت الكتب اللي اشتريتها من عصير الكتب. طبعا كان فيه هناك بوك ماركس يعني لطيفه، وطبعا كلهم شبه بعض. بس يلا نشوف الدار التانية. دار النشر التانية اللي زرتها كانت دار الشروق ودار الكرمة. جبت من الشروق كتاب واحد بس، وهو كتاب بيت الجاز لنورة ناجي. وده انا كنت قلت لكم عنه في فيديو التجهيزات والليسته اللي انا كنت كاتباها. كنت كاتبه الكتاب ده، كنت عايزه اجيبه. طبعا نورة ناجي روائيه مصريه، كتبت كتب كتير جدا، ناس كتير قوي اتكلمت عنها بطريقه لطيفه، وكانت يعني انا حمسوني اني اقرا لها. زي طبعا الكتابات والوحده برضو من الكتب اللي كنت عايزه اشتريها. طبعا عشان انا اشتريت كل الكتب دي بقى اكيد تاني، فالميزانيه ما كانتش تسمح الحقيقه ان اجيب كل الحاجات اللي انا نفسي اجيبها. فانا ركزت على الحاجات الجديده بس. برضو كمان كان في روايه بنات الباشا، برضو من الروايات اللي كانوا بيتكلموا عنها وبيرشحوها بقوه. فانا جبت الاصدار الجديد علشان نشوف الكلام على ايه، وتبقى من كاتباتنا المفضلين ان شاء الله. بعد كده رحت الكارما. جبت ايه بقى من الكارما؟ جبت طبعا الرواية الجديدة لميرنا المهدي، قنبلة للاستخدام الشخصي. طبعا ناس كتير جابتها وناس كتير قريتها اصلا وانا لسه بعمل البوك هول. ميرنا المهدي طبعا كاتبة يعني غنية عن التعريف. كتبها طبعا بيست سيلر، وناس كتير قوي بترشحها وناس كتير قوي بتشكر في سلسلة تحقيقات نوح الألفي وروايات تانية. فأنا متحمسة جدا للرواية دي، وإن شاء الله حاسة إن هي هتكون رواية لطيفة، خاصة إنها يعني بيقولوا إن هي بتتكلم عن التاريخ وكده. مش فاهمة بس يعني أنا متحمسة ليها برضو. من الحاجات برضو اللي جبتها من الكارما شوية كتب يعني كلاسيكية كده بس لطيفة. انا حبيت اولا الباكج، يعني شكل الكتاب صغنون كده صغنون. و الكتب دي انا من بدري بقى، يعني مثلا كتاب زي كتاب الامير ميكافيلي، طبعا هو كتاب يعني يعتبر كلاسيكي من التراث. ف بس ما كانش عندي من زمان، نفسي اقراه من زمان، ان هو نفسي يكون عندي في مكتبتي. طبعا كان عليه خصم كانوا عاملين ارفف كده تقريبا، اللي هو 50% او 40 مش عارفه، بس هو كان سعره لطيف يعني كويس. وجبت كمان سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون، برضو من الكتب اللي كان نفسي اقراها جدا وسمعت عنها برضو
ريفيوهات كويسة كتير. جبت كمان طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي من دار الكرمة، برضو ده من الكتب التراثية. واللي حمسني اني اجيب الكتاب ده الحقيقة كان ريفيو كتبته الروائية بثينة العيسى عن الكتاب ده. بتتكلم ان هو بيحارب الفساد، بيقول ان مش هو ده الطبيعي ولا المنطقي في اي نظام سياسي، وقالت انه عكس كتاب الامير الحقيقة. يعني لو كان ميكافيلي هيقنعك بان الغاية دائما بتبرر الوسيلة، في كتاب طبائع الاستبداد هينسف الفكرة دي. والكلام اللي مكتوب ورا برضو بيقول كده: الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصدا. نعم، الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجارا طبيعيا، فإذا كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداء حتى إذا سكنت ثورتها نوعا وقضت وظيفتها في حد المنافقين، حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة. فطبعا أنا عشان بهتم جدا برضو بالحاجات السياسية عموما، يعني أنا لو كنت بعمل محتوى في بلد برا مصر كنت زماني بتكلم في السياسة بحب جدا الموضوعات السياسية ومهتمة بيها وبتيجي معايا، يعني مش عارفة، بحس ان انا حابة اني اعرف عنها اكتر واتكلم فيها اكتر واحلل المواضيع والافكار وكده. فالكتاب ده برضه متحمسة له جدا وفرحانة جدا اني اشتريته. وبس دي كانت الكتب اللي اشتريتها من الكارما. برضو دي كانت البوك ماركس بتاعتهم، شكلها لطيف جدا. بس يلا نشوف جبت ايه تاني. من دور النشر الجديدة بالنسبة لي واللي كنت أول مرة أزورها في معرض الكتاب السنة دي كانت دار مدارات للأبحاث والنشر. والحقيقة إن هما كان عندهم تخفيض حلو جدا، كانوا عاملين تقريبا 60%، والكتب بتاعتهم كلها كانت حلوة. بس أنا الحقيقة اشتريت كتاب واحد بس مع الأسف، يعني عشان كنت اوريدي جبت كتب كتير جدا وكانت غالية، فحبيت ان انا اجيب بقى خلاص اللي هو كتاب واحد من كل دار عشان خاطر نعرف نلم الدنيا والليلة ونجيب برضو كل الكتب اللي احنا نفسنا فيها. فجبت كتاب معذبو الارض لفرانز فانون، والكتاب ده كان من ترشيحات نضال ريدز، وانا طبعا بحب نضال جدا وبثق في ترشيحاتها. وكان طول بقى الفترة اللي هي بتاعت الحرب في غزة، طول السنة ونص كانت الناس والقراء بيعملوا لها منشن ان الكتاب ده بيوصف اللي بيحصل بالظبط، وان ازاي الراجل ده كان يعني كانه عايش معانا وكان عارف باللي هيحصل اوريدي. وكمان الوصف بتاع الكتاب برضو اكد على الفكرة دي. يعني مثلا بيقول: ينطوي كتاب معذبو الارض على تشريح دقيق لنفسية المستعمرين ومسيرتهم نحو التحرر، ويطرح الكتاب رؤية ثاقبة فريدة من نوعها إلى غضب الشعوب المستعمرة وإحباطاتها ودور العنف في إحداث التغيير التاريخي، ويلفت النظر إلى فخاخ السياسة الاستعمارية في أعقاب الاستقلال، حرمان الجماهير من حقوقها من قبل النخب من ناحية، والانقسامات الطائفية والدينية التي تمزق صفوفها من ناحية أخرى. لقد كان الكتاب معذب الأرض تأثير كبير على حركات الحقوق المدنية ومناهضة الاستعمار في جميع أنحاء العالم. فده وصف حد ذاته يخليني أتحمس جدا للكتاب. وانا اوريدي اصلا يعني باذن الله من الكتب اللي هقراها قريبا. وده برضو عشان هو زي ما بقول لكم بيتكلم برضو في سكة السياسة والحركات الثورية والكلام اللي انا بحبه ده، فمتحمسه له جدا، وان شاء الله يكون كتاب لطيف وان شاء الله برضو نقراه مع بعض. ودي كانت البوك مارك بتاعت دار مدارات، لطيف قوي كيوت. من الدور اللي حبيتها واللي ان شاء الله لما اروح معرض الكتاب في السنين الجاية اكيد هزورها باذن الله. طيب رحت فين بقى تاني؟ انا كنت قلت لكم ان انا في الفيديو بتاع تجهيزات هروح دار المعارف عشان اجيب اعمال مصطفى صادق الرافعي، وقد كان جبتهم فعلا. جبت الاربع كتب دول. جبت تحت راية القرآن، ده كتاب ديني. جبت كمان المساكين لنفس الكاتب، نفس السلسلة. جبت أوراق الورد،
عارفة من الرينج لايت مش باينة. جبت كمان السحاب الأحمر كيوت صغنونة كده. الكتب دي كلها كانت سعرها حلو بالنسبة لأسعار الكتب في دور النشر التانية، بس مش بالنسبة لدار المعارف. يعني أنا جات لي صدمة حضارية لما الراجل قال لي سعرهم هم كانوا عاملين 200 حاجة و60، مش غاليين بالنسبة لأربع كتب. أنا مبقولش لأ، يعني حتى جوزي في المعرض قال لي حرام عليكي انتي مستغلياهم ازاي على أسعار الكتب اللي احنا عمالين نشوفها. أنا مش مستغلياهم، أنا مستغلية إن أنا أروح أجيبهم من دار المعارف وكده. يعني قلت مثلا هيبقوا ب150 مثلا يوم ما، يعني ده بقى كده. وكان في طبعا كتب تانية كنت عايزة اجيبها، فخلاص بقى يعني انا جبت الاربعة دول. انا كمان عندي رسائل الاحزان لمصطفى صادق الرافعي، فالسلسلة كلها هتبقى حلوة ان شاء الله جدا في مكتبتي. والحقيقة والله انا مش بقلل خالص من دار المعارف، ولكن يعني دار المعارف ودي حاجة يمكن يعني تحسب لهم. يعني دار المعارف دار مصرية بتاعتنا، يعني بتاعت المصريين، ومخفضة المفروض. آه، وفي حاجات فعلا يعني بأسعار قليلة جدا، ب10 جنيه و20 و30 وكده. فأنا عشان كده اتصدمت. بس طبعا يعني هو مش خسارة خالص في الكتب، لأن أنا بجد هي كانت من أكتر الدور المصرية اللي تبع وزارة الثقافة، يعني أو تبع الهيئات الصحفية اللي كانت عاملة شغل جديد وعاملة شغل حلو الحقيقة. فطبعا يعني أنا ممتنة ليهم جدا ومبسوطة جدا بالسلسلة ان انا اشتريتها، ومتحمسة كمان ان انا اقرأها. من اوائل الدور بقى اللي روحتها في المعرض، يعني كانت اول حاجة اروحها كانت الدار العربية للعلوم ناشرون. اشتريت منهم 3 روايات من الروايات اللي انا كنت حابة اقتنيها من بدري. وهي روايات من الملهاة الفلسطينية لإبراهيم نصر الله. جبت زمن الخيول البيضاء، وطبعا دي من الروايات اللي يعني ريكومندد جدا، وناس كتير قوي بتشكر فيها، وناس كتير قوي بتقول ان هي حلوة. يعني يمكن من اكتر الروايات كمان اللي واخدة ريت عالي على جودريدز ضمن الملهاة، لان الملهاة كبيرة يعني كذا رواية، مش عارفة الصراحة هما كام واحدة بس هما كتير. وجبت كمان اعراس آمنة، برضو نفس الحكاية شبه دي بالظبط، في ناحية الناس كتير قوي بتشكر فيها من ناحية جودتها كرواية حلوة. وجبت كمان الرواية الجديدة من آخر يعني جزء في الملهاة الفلسطينية، وهي مصائد الرياح، واللي برضو ناس كتير قوي قرأتها الفترة اللي فاتت وشكرت فيها جدا. وانا الحقيقة يعني كان حلم من احلامي ان انا يكون عندي في مكتبتي روايات من الدار العربية للعلوم ناشرون. تحس ان هي حاجة فخمة 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 انك يكون عندك كتب من الدار دي، لانها دار قيمة الحقيقة، وكل الكتب اللي فيها كتب حلوة، والكتاب اللي بيكتبوا فيها اصلا كتاب يعني كبار وعظام. فانا مبسوطة جدا بالرواية برغم ان هما كانوا غاليين جدا بالرغم من الخصم. ودي كانت اول حاجه اشتريها، اللي هو انا رحت عورت الميزانيه في اول دخولي للمعرض. بس مش مشكله، فدايه والله عادي بقى. انا اتحمست وقلت مش هخلي حاجه في نفسي واشتريتهم، والحقيقه ان انا متحمسه وفرحانه بيهم جدا. اخر دور بقى هنتكلم عنها. مش عارفه اخر دور تقريبا هي مكتبه تنميه. طبعا هي متواجده السنه دي في المعرض. تقريبا ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كلها. فكانوا متواجدين وكانوا عندهم كتب وعروض الحقيقة حلوة جدا. اشتريت من مكتبة تنمية الكتاب اللي هو رحم العالم لشيرين أبو النجا، أمومة عابرة للحدود. برضو الكتاب ده من الكتاب اللي ناس كتير رشحته الفترة اللي فاتت وشكروا فيه جدا، وقالوا انه كتاب بيتكلم عن الأمة بس بطريقة مختلفة. وده برضو اللي أنا قرأته في الوصف. يعني مثلا بتقول يمكن القول إن الثقافة العربية لم تسمح بتحويل الأمومة إلى سؤال بحثي مطلقا، بل حرصت على تسييجها داخل إطار يختلط فيه الديني والمحرم والمقدس والوطني، ليبقى الأمر على ما هو عليه. حاجات جدلية. الثقافة العربية تعي جيدا خطورة السؤال، وبالرغم من ذلك
لا يكاد يخلو كتاب من الإتيان على ذكر الأم، فهي شخصية رئيسية في السرد الروائي والأفلام والمسلسلات، وهي حاضرة بقوة في السيرة الذاتية والتواريخ الشخصية، وهي ذات متعددة في أروقة المحاكم الجنائية ومحكمة الأسرة، وهي الأصل في قانون الأحوال الشخصية والإرث، وهي التي تربط العائلة بالمنزل، وهي المحرض الأول على الختان، وهي الشخصية الأهم من العروس في حفل الزفاف، وهي التي تردد الدعوات دائما في صلاة الفجر لكل أبنائها بكل هذا الحضور القوي. تبقى الأمومة بعد كل يعني الخليط يعني الغير متجانس والمتجانس في نفس الوقت، تبقى الأمومة من المسلمات التي لا تستفز العقل البحثي ولا تدفع إلى السؤال أو التساؤل. طبعا حاسة إن هو كتاب يعني فيه شوية نسوية كده وانتصارا للمرأة. ف بس هو يعني ناس اللي أنا بثق في رأيها كبوك تيوبر شكروا فيه جدا، وأنا متحمسة له جدا لأنه يعني كتاب مختلف مش موجود عندي، ما قرأتش في المواضيع دي قبل كده، فإن شاء الله يكون كتاب لطيف. كمان اشتريت من عندهم عن فلسطين تأليف نعوم تشومسكي وإيلان بابي. طبعا تشومسكي سياسي وكاتب أمريكي، وإيلان بابي مؤرخ إسرائيلي، فالخليط نفسه بتاع الكتاب يحمسك إنك تقرأ الكتاب وتشوف هو بيتكلم عن إيه. برضو منشورات جدل من الكتب، أو يعني من الدور اللي برضو بتكون إصداراتها قيمة ومفيدة، بتشغل العقل وبتضيف للإنسان اللي بيقرأ في المجال ده. فأنا الحقيقة برضو الكتاب من الإصدارات الجديدة القديمة، يعني ناس كتير قرأته الفترة اللي فاتت، بس هو يعتبر جديد. إيلان بابي طبعا كتب كتير جدا عن الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر مناهضة أصلا للصهيونية، ويعني شايفة إنه مشروع فاشل، فنحب نعرف رأيه إيه. فأنا الحقيقة من الكتب اللي كنت كاتباها في لستة الكتب اللي عايزة أشتريها من المعرض، واللي متحمسة لها جدا، واللي لما نقرأ كمان الوصف بتاعها برضه هتفهموا قصدي أكتر. يعني مثلا بيقول: لا تكمن أهمية ترجمة هذا الكتاب في تقديمه حلولا ومعالجات للقضية الفلسطينية فحسب، بل حتى في تحليله واقع النزاع داخل المجتمع الإسرائيلي وصراعاته الطبقية. كذلك تكمن أهميته في عرضه مقاربة بين الحالتين، جنوب الأفريقية والفلسطينية. طبعا احنا عارفين ان الدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا على الدولة اللي مش عايزين نقول اسمها كانت من واقع عاشته في الفصل العنصري والاضطهاد والاستعمار وغيره. فهنا هو اوريدي بيعمل مقاربة ومقارنة بين الحالتين. هو الفلسطينية بعد كده بيكمل على أنهما قضيتا صراع ضد الإمبريالية منظمة الفصل العنصري. صدق الإمبريالية دي أنا مش عارفة معنى الكلمة دي إيه، بس أنا على طول أسمع الإمبريالية والمش عارف إيه في خطابات رئيسنا الهمام جمال عبد الناصر. هخلص الفيديو وأروح أشوف الإمبريالية دي معناها إيه، لو تعرفوا معناها اكتبوها لي في الكومنت. المهم، أنظمة الفصل العنصري كما يشارك كل من تشومسكي وبابيه تجربتهما داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، وأهم التحولات التي طرأت على الرأي العام الأمريكي بشكل خاص في السنوات الأخيرة بما في ذلك الأوساط الأكاديمية، لأن تشومسكي يعني دكتور جامعي، والتي تبدو أكثر تقبلا للطرح المناهض لنظام الفصل العنصري من ذي قبل. إن الدافع لترجمة هذا العمل لم يكن بالنسبة إليه بسبب الحلول التي قدمها، ولكن التساؤلات التي يطرحها ويحاول الإجابة عنها، وكذلك المفاهيم مثل معنى أن تكون ناشطا، حقيقة النشاط والحراك المناهض للحركة الصهيونية اليوم وتطوراته. وأجد كذلك أن نوعية النقاشات والأسئلة التي يطرحها حول المواقف الأخلاقية تجاه القضية ومحاولات إضفاء فاعلية أكبر عليها من أجل كسب الرأي العام وخلق قنوات ضغط على متخذي القرار أشد ارتباطا بأحداث العالم العربي اليوم أكثر من أي وقت مضى. وطبعا كل الناس الطبيعية اتغيرت وجهات نظرها وفكرها عن الحاجات اللي احنا المفروض أصلا نعرف عنها أو نقرأ فيها أو يهتم بيها من ساعة طبعا اللي حصل في 7 أكتوبر. فأنا تقريبا أغلب الكتب اللي أنا جبتها كان ليها علاقة بفلسطين أو مرتبطة بيها بشكل أو بآخر، وده كان واحد من الكتب دي اللي أنا برضو متحمسة ليها جدا،
واللي هو برضو على نفس المستوى من الاهتمامات السياسية والثورية، الحاجات اللي أنا بحبها وبحب أقرأ فيها. فكتاب يعني متحمسة له، وإن شاء الله يعني ما يخيبش ظني ويكون كتاب فعلا قيم. وكفاية إنه بس في اسم فلسطين كده هو موجود عندي في المكتبة. مكتبة تنمية بقى كانت عاملة عروض، يعني كل كتابين بسعر معين، فأنا جبت من عندها كتاب. دول مثلا كان عليهم عرض بسعر معين طول فترة المعرض. كيف نحافظ على سلامة عقولنا في عصر منقسم لإليف شفاق، من دار الآداب. برضو دار الآداب زي الدار العربية للعلوم ناشرون كده، من الكتب من الدور الفخمة اللي أنا أحب إن أنا أكون مقتنية إصداراتهم والكتب بتاعتهم. وكان معاه رواية فيوليتا لإيزابيلا الليندي. إيزابيلا الليندي من الكتاب طبعا هي تشيلية، من الكتاب اللي سمعت عنهم أو اكتشفتهم أو يعني عرفتهم كان وأنا بقرأ رواية الحب في المنفى لإبراهيم لبهاء طاهر. و يعني استفزني الكلام عنها في الرواية إني أعرف عنها أكتر وأقرأ ليها. فطبعا لما لقيت الكتب دي موجودة في دار تنمية وكمان عليها عروض، ما ترددتش أبدا في إن أنا أقتنيهم، ومتحمسة قوي للكتاب وحاسة إن هو رواية. يعني عارفين انتوا الحاجات اللي بتبقى يعني ايه، بتتكلم عن موضوعات او مثلا بينسج لك حكاية في جو غامض، في بيقدم لك من خلاله معلومة وفي نفس الوقت بيمتعك. انا حاسة ان الروايات دي هتبقى بالشكل ده، وان شاء الله تطلع زي ما انا توقعت. كمان جبت لها نساء روحي برضو إيزابيل الليندي، وكمان كان معاه في نفس العرض، الاتنين كانوا مع بعض، كان سفينة نيرودا لإيزابيل الليندي، ترجمة صالح علماني. يعني غير الكاتبة، الترجمة صالح علماني طبعا من المترجمين الكبار جدا في مجال الأدب. زي مثلا لما تتفرج على فيلم ترجمة إسلام الجزاوي تعرف إن الفيلم ده حلو على طول. فصالح علماني برضو من المترجمين الأقوياء جدا، من أقوى المترجمين في الأدب. فطبعا الروايات دي والكتب دي من الكتب اللي أنا متحمسة ليهم جدا ومبسوطة. برضو هم كلهم من دار الآداب على فكرة، ودار الآداب معروف إصداراتها إنها إصدارات قيمة وقوية، فيها معلومة، فيها تشويق، فيها بتفتح قدامك مجالات وأفكار ومواضيع جديدة ممكن انت تكون مقرأتش فيها أو عنها قبل كده. فبرضو الكتب دي من الكتب اللي أنا فرحانة جدا إني اشتريتها. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ودي كانت مشترياتي من المعرض. طبعا يعني أنا متحمسة لكل الكتب اللي اشتريتها الحقيقة، برغم إن كان في كتب تانية وكان في دور تانية أنا كان نفسي أزورها. يعني مثلا كان نفسي أروح دار صفصافة، بس طبعا الميزانية كانت خلاص انتحرت، فمعرفتش ان انا اروح اشتري من هناك الكتب. برضو لما عديت على الهيئة العامة، الحقيقة ما فيش اي حاجة لفتت نظري، زي ما قلت لكم في اول الفيديو الاصدارات قديمة وما فيش اي تجديد، وتحس ان هم مش مهتمين قوي بالموضوع. معرفش ليه، مع ان المؤتمر اللي كانوا عاملينه كان بيبين ان معرفش هنعمل ايه في الثقافة والحاجات وكلام كبير قوي، بس على ارض الواقع انا ما شفتوش الحقيقة. لو حد شافه يا ريت يكتب لي في التعليقات. في نهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون عجبكم، و طبعا متحمسة اني اعرف رأيكم في الكتب اللي اشتريتها من المعرض. شاركوني كمان انتوا الاكتر الكتب اللي جبتوها فرحانين ان انتوا جبتوها من دور نشر ايه التخفيضات والخصومات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد من تربيب الكتب مع ايمن سعيد، وسلام.